صديقي العزيز، تعالى اقول لك على 10 اسباب تخليك ما تبطلش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجه ربنا سبحانه وتعالى امرنا صلوا عليه وسلموا تسليما. 2 ربنا سبحانه وتعالى يفعل ذلك، ان الله وملائكته، انت بتعمل حاجه ربنا والملائكه بيعملوها. 3 من صلى عليه صلاه صلى الله عليه بها 10. انا وانت عارفين بس انت لازم تفتكر، انا نسيت اهو ويوسف بينسى وكلنا بننسى، لازم ده النسيان ده نفكر بيه بعضنا. 4 اللي انا برضو وانت عارفينها، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان دي تكون سبب من اسباب شفاعته يوم القيامه. و5 بقى، ودي حاجه مهمه جدا تفتكرها وكلنا نفكر بعض بيها، ان يوم القيامه في حشد ملايين يمكن مليارات بيدوروا على انسان واحد بس وهو النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل كده طابور فيه ملايين، بس كل مره هتقول فيها صلى الله على محمد او تصلي الصلاه الابراهيميه على النبي صلى الله عليه وسلم، كانك هتعدي واحد وتقف قدامه. انت قدامك ملايين، بس النبي اللي قال اولى الناس بي يوم القيامه اكثرهم علي صلاه. كل واحده تقربك ولو خطوه، تقربك ولو نفر كده في الطابور الطويل ده. هو ده الرحمه اللي يستاهل فعلا ان انت تقرب عشانه في الدنيا، عشان تلاقي ده يوم القيامه باذن الله. صلى الله عليه وسلم. مصطفى قال لك على اسباب كلها اخرويه، تعالى بقى انا اقول لك على اسباب دنيويه. ذنوبك الكتير قوي، النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الصلاه الواحده بس على النبي صلى الله عليه وسلم تغفر لك 10 سيئات وتجيب لك 10 حسنات وترفع بها 10 درجات. كل ده ولسه ما خلصناش اي حاجه. الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم تقضي الحوائج. الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم تدفع الهموم والكروب. لو عندك اي كرب او اي مشكله وعندك مشاكل الدنيا كتير ما بتخلص، انت المشاكل دي كلها ازاي تبتقيها وازاي تدفعها عنك؟ بكثره الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. مش بس كده، الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ودي من الحاجات اللي اغلبنا ما يعرفهاش يا مصطفى، ان انت لو نسيت حاجه، الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث وان كان ضعيف، لكن هنا ينفع نذكر فضله. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه انه قال: إذا نسيتم شيئا فصلوا عليه تتذكروها بإذن الله أو إن شاء الله. هتلاقي نفسك تلقائي كده لو ناسي حاجة تقول اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، تفتكر على طول. والنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يرد على اللي بيصلي عليه. فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر غيرك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ومش بس تصلي يعني أول ما تشوف الفيديو ده تصلي عليه، لا، خلي ليك ورد دايم على حياتك كلها، ورد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أحبك في الله والدار على خيرك فاعلي. صلى الله على النبي. صلى الله